قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء الأحكام التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق الناخب الوطني وليد الركراكي. مبروك علينا كاملين. عارفين شنو كيتسنانا، المسؤولين اللي تابعنا، الشعب المغربي اش كيتسنى. المدرب ملي كيكون على مقاعد البدلاء يعني كيعطي واحد الثقه وواحد الدعم للاعبين. ما بقى والو يبداو مباريات دور 16 في كاس افريقيا او مباريات ثمن نهائي، فراه غيبداو غدا اللي فيهم غيلعب 16 منتخب 8 ضد 8 اللي في الاخر غيتاهلوا منهم مع 4 اي 8 وبالتالي غيعطيونا الربع النهائي. المنتخب ديالنا تكونوا ديجا عرفتوا انه غيلعب نهار 30 اي في اخر نهار ديال المباريات ديال دور الثمن ضد جنوب افريقيا، ولكن راه من غدا غيبداو مباريات الدور. في عندنا ماتشات كبار بحال كوت ديفوار ضد السنغال ولا نيجيريا ضد الكاميرون. ماشي هاد الماتشات هادو فقط، بل شاتنا كيفاش ان في هاد النسخه بالضبط اصغر منتخب كيقدر يربح اكبر واحد وبنتيجه كبيره. بحال والو تشوفوا اقصاء شي كبير في الدور هذا، الله يحفظ ما نكونوش حنا. يكفي انك ما تضيعش فرص تستغلوا انت مركع واحد ترجع للور وتخلي العيا والرطوبه دير خدمتها. وغندويو على المدرب ديالنا وليد الركراكي اللي وقفوا ليه الايقاف اللي كانوا عطاو ديال 4 المباريات مع 2 وقف التنفيذ. غنتعرفوا على لي ديتاي ديالهم والرياكسيون ديال النائب ديالو واللاعب الكعبي عليها. في هذا الفيديو نحاول نعطيكم التوقع ديالي حول هاد الماتشات ب8 وهاد المنتخبات ب16 شكون غيدوز فيهم دور الربع النهائي. فينا بغيت نسمع حتى الراي ديالكم فاش كتختلفوا معاه. بالمقابل خلي معك داك اللايك، شي كومونتير زوين، ونخليكم مع ونكسبت اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفروق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على 3 الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري ما تكون فيه 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فر 11 باش يعطيك $130. ونصحكم حتى واحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين الا بغيتي تلعب على الفروق المفضله ديالك. غنخليكم حتى هو في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. نبداو بأن نشوفوا المنتخبات اللي دازوا. ما بين المنتخبات اللي دازوا عندنا في المجموعه دازوا منها 3 اللي هو غينيا الاستوائيه اللي دهشت كل شيء، هي الحصان الاسود ديال هذه المنافسه. يمكن كاع ما خسرت حتى شي ماتش، ربحت 2 وتعادلت مع نيجيريا. عندنا الثاني اللي دازت هي نيجيريا، دازت هي الثانيه حيت غينيا الاستوائيه فاتت في البيوت. وعندنا الكوت ديفوار اللي داز احسن ثالث، وحنا المغرب اللي عطاهم التاهل ديالهم كاحسن ثالث وانا ما ربحنا زامبيا. علاش خاص نشوف المنتخبات كاملين؟ حيتاش ضروري ما غنتلاقاو مع شي وحده فيهم في شي دور اللي دزنا من جنوب افريقيا ان شاء الله. دونك هادو هما الثلاثه الاولين يتاهلوا. نمشيو للجروب بي اللي يتاهلوا منهم 2. الراس الاخضر اللي تصدرت المجموعه ديالها وكتكون مفاجاه اخرى بما ان تسببت في اقصاء غانا. وعندنا مصر اللي دازت ب3 تعادلات للدور المقبل. هذا الجروب هذا ما داش منه افضل ثالث، ومصر قالوا ولا خرجوا الصحف كيقولوا انهم داروا شي اضحيه باش يحيدوا نحس التعادل هذا. نمشيو للجروب سي اللي هذا الجروب هذا غيدوزوا منه 3 اللي هما السنغال اللي كانت الفريق الوحيد اللي ربح 3 الماتشات في المنافسه كامله، يعني ما خسر حتى ماتش. الكاميرون اللي دازت الثانيه في ماركه 2 بيوت مرة الدقيقه 85 يعني تاهلت حتى لاخر الانفاس. وغينيا اللي دازت ب4 النقاط. نمشيو للجروب دي اللي دازوا منه حتى هو 3 الجروب اللي كلشي كان كيتوقع دوز منه الجزائر، من في الاخر ما قدراتش. جروب تصدراتو انغولا هي فاجات كلشي. بوركينا فاسو جات الثانيه، وموريتانيا بالربح ديالها الاخير امام الجزائر قدرت تدوز. شو الجروب اللي هذا الجروب حتى هو غيدوزو منه 3 داز مالي كمتصدره المجموعه، جنوب افريقيا جات الثانيه، وناميبيا الثالثه بعد ما تونس في الماتش الاخير ما قدراتش تفك التعادل. ومشيو الجروب ديالنا اف اللي دزنا منه 2 حنايا متصدرينو المغرب ب7 نقاط، وكونغو الديمقراطيه 3 تعادلات حتى هي دازت. كانوا هادو هما الفرق اللي دازوا 16. عندنا غينيا الاستوائيه، نيجيريا، كوت ديفوار، الراس الاخضر ومصر، السنغال، الكاميرون، غينيا، انغولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، جنوب افريقيا وناميبيا، المغرب وكونغو الديمقراطيه. يعني 16 منتخب هما اللي غيكون منهم الفائز بهذا اللقب هذا ان شاء الله. نكونوا حنا علاش لا. حاجه اخرى قبل ما ندخلوا خاصني نذكرها ضروري، هي خرجت التشكيله المثاليه ديال الادوار الاقصائيه فين شهدت تواجد بزاف المغاربه اكرد، حكيمي، امرابط وناحي، وبيسوغ لي بوست الاخرين تفرقوا على المنتخبات الاخرين. مي حنا هما اكثر منتخب عندنا لعابه في التشكيله المثاليه. وحاجه اخرى فيما يخص المدرب ديالنا وليد الركراكي، فرا ديك العقوبه اللي تعطات ليه تفكات غيكون في الماتش ديال جنوب افريقيا الجاي، مابقاش موقف، تانولات ليه ديك الغكوخ ولا داك الاستئناف اللي طلبته الجامعه. مبروك علينا كاملين. المدرب ملي كيكون على مقاعد البدلاء يعني كيعطي واحد الثقه وواحد الدعم للاعبين. حنا عائله، حنا خوت بعضياتنا، نتمنوا ان شاء الله اللي كان في الملعب يقضي الغرض. الاهم نحققوا التاهل باذن الله. دابا ندوزو للتوقع ديالنا. فين عندنا في الماتش الاول اللي غيتلعب ما بين انغولا وناميبيا. انغولا اللي تصدرت المجموعه ديالها، وناميبيا اللي دازت افضل ثالث. اوكي، في نظري انغولا هي اللي غدوز، سورتو لابينات على القوه الهجوميه اللي عندها، كيفاش انها منتخب اللي قوي
وكيقدر يصبر الماتش كامل، وكنحسن في المجموعات على ناميبيا. اوكي سو كنرشح انغولا هي اللي غدوز على حساب ناميبيا. هذا الماتش الثاني اللي صعيب توقع شكون غيدوز منه ما بين نيجيريا والكاميرون. حاجه اخرى ما تغركمش الجروبات، راه الفرق ملي كيدوزو من الجروبات كيولوا منتخبات اخرين. يعني الكاميرون تقدر تصدم ملي تبعنا اللوجيك وتعاملنا مع الماتش اللوجيك. نيجيريا اللي خاصها تقصي الكاميرون بما ان الكاميرون ما قدمتش اداء زوين لا في التصفيات لا في الجروبات، دونك رشح نيجيريا بلاصه الكاميرون. نمشيو للماتشات ديال بعد غدا اللي غتكون عندنا غينيا الاستوائيه ضد غينيا. شكون هي الغينيا اللي قويه؟ كنظن غينيا كانت من احسن المنتخبات لاكوب كامله، ما يصعبش عليها تقصي غينيا نظرا لانها شوفوا مع من كطيح من الجروبات طاحت مع نيجيريا والكوت ديفوار، دوزات اصعب الامتحانات وقدرت تغلب عليهم، بينما غينيا كانت مع السنغال والكاميرون تاهي مجموعه صعيبه ماشي بحال الاخرى. دوك رجح غينيا الاستوائيه. عندنا الماتش الثاني ديال اليوم الثاني اللي هو ما بين مصر والكونغو الديمقراطيه اللي كتبع المنتخب ديالنا المغربي. صراحه هنا تقدر تكون الصدمه. الكونغو الديمقراطيه واحد المنتخب اللي شتو كيفاش كيلعب، عنده السفل، يقدر يصدم مصر. مي كنتوقع انا المصريين كيعرفوا يجريو هاد الماتشات، تقدر تكون صدمه. مي مصر نورمالمون لوجيكمون هي اللي خاصها دوز من هنا. نمشيو للماتش الثالث فين عندنا ما بين الراس الاخضر وموريتانيا. الراس الاخضر اللي تصدر المجموعه ديالو على مصر وغانا وموزمبيق، وموريتانيا اللي دازت كافضل ثالث امام الجزائر. داك الماتش الاخير ربحوه بالنفس وبتالق الحارس ديالهم، دونك ربحوه على حيتيه صغيورين. لا كملوا بهذه الطريقه يقدروا يصدموا الراس الاخضر. مي الطريقه اللي جراو بها الجروبات كتقول ان الراس الاخضر هو اللي نورمالمون غيربح موريتانيا. ما نتمناو موريتانيا تربح، مي لوجيكمون كنرجح الراس الاخضر هي اللي دوز من هنا. نمشيو دابا للجهه الاخرى فين عندنا واحده من اصعب المباريات ما بين السنغال والكوت ديفوار. اخوان السنغال كانت احسن منتخب في المجموعات، ربحت 3 الماتشات ومقنعه لواحد الدرجه خياليه، بينما الكوت ديفوار قدمت اسوء نسخه كمستضيف تقريبا. شوف كيفاش خسرت الماتش الاخير ب4. انا يقدر يكون توقع صادم حتى الكوت ديفوار انا متاكد انا مرة ديك 4-0 غيديروا تغييرات حيتيه اللي بداوها من المدرب ديالهم بدلوه وغيعطيو كل شيء باش يربحوا السنغال. مع الورق السنغال كيبقى منتخب قوي، ولكن النفس كترجح الكوت ديفوار. ما عرفتش هذا ماتش صحيح. شوف القلب يقول كوت ديفوار، العقل كيقول السنغال، وما خصنا ما عرفتش خصنا نمشيو مع القلب ولا العقل. نقولوا العقل ونرجحوا السنغال هي اللي غتربح كوت ديفوار. نمشيو للماتشات ديال اليوم الرابع والاخير في التصفيات هذه، في كاينه بوركينا فاسو ضد مالي. بوركينا فاسو اللي جات الثانيه ديال المجموعه ديالها، ومالي اللي تصدرت المجموعه ديالها واخا كاك ما بدات مزيان وما قنعاتش بزاف في الماتشات اللي موراهم. مي انا كنعطي الترشح وكنتوقع انه غدوز مالي. وبيناتنا حنا وجنوب افريقيا كنتمنى وكنتوقع انه غيدوز المنتخب ديالنا المغربي. تندير لكم فيديو راسو على الماتش، رشحوا نشوفوا شكون اللي غيدوز وشكون اللي كنتوقعوا. هاد انغولا نيجيريا غينيا الاستوائيه مصر الراس الاخضر السنغال مالي والمغرب. هادو هما المنتخبات اللي غيكونوا عندنا في الدور المقبل، وبالتالي غنشاهدوا مباراه ما بين انغولا ونيجيريا في دور الربع، المغرب والراس الاخضر في دور الربع، مصر وغينيا الاستوائيه في دور الربع، والسنغال ومالي في دور الربع. اوكي الا مشينا عاوتاني ربحنا نقدروا نتلاقاو مع نيجيريا ولا انغولا في النصف. نتمنوا نكملوا بحال هكا. هذا هو التوقع ديالي الشخصي. خليو لي التوقع ديالكم نتوما في لي كومونتير. شنو كان في هذا التوقع؟ كل واحد كيعطي اللي بغاو شنو كيبان ليه، وغالبا ماشي غالبا مليار في المية توقع شي مفاجاه، شي كونغو الديمقراطيه تقصي مصر، شي كوت ديفوار تقصي السنغال، الله اعلم تنشوفوا. صدق ما كان معكم فاروق لايف. يكون عجبكم الفيديو نتلاقاو في الجاي. تهلاو ليا في راسكم. كتقولي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونية، ما كانتش انا وياك كبيبي نديرو نينيا، بنادم جاري معنا فحال تزاد